يا عم الحاج ويا ست الكل، اسمعوا المصيبة دي عن سيجارة اللف اللي بتودي في 60 داهية. تبدأ بشاق الدخان، تحسبها متعة ولذة، وبعد شوية تدمنها وتعيش في قلة حيلة وعزة. تلاقي الشاب صغير ماسك السيجارة فرحان يفتكرها رجولة ومنظر، وهو بيدمر في صحة الشبان. والبنت الرقيقة اللي نفسها في دنيا أحلى تلاقيها ماسكة السيجارة وتنفخ دخانها بغفلة. السيجارة دي سم بطيء بيدخل جسمك حتة حتة، يأذي الرئة ويخلي نفسك ضيق ويجيب لك ألف على وشتة. تخلي صدرك تعبان وكحة مزمنة ما تسيبك، وتخلي صوتك خشن ومبحوح والناس تتضايق من قرايبك. تصفر سنانك الحلوة وتخلي ريحة بقك مش تمام، واللي يقرب منك يتخنق ويهرب منك أمام أوام. تضعف نظرك مع الوقت وتخلي عينيك مش صافية وتأثر على حواسك كلها وتخلي الدنيا مش وافية. تزود ضربات قلبك وتخلي دمك ماشي تقيل وتعرضك للجلطات والسكتات وتخلي عمرك قليل. تسرق فلوسك بالتدريج، كل يوم بتولع كام وفي الآخر تلاقي نفسك مفلس وملكش أي مقام. تخلي أعصابك مشدودة ومتنرفز على طول، وتخلق مشاكل مع اللي حواليك وتخلي الكل ملول. تخلي ريحة بيتك كريهة وريحة هدومك مش تمام، والعيال الصغيرين يتأذوا ويعيشوا في جو مش آمن وسلام. تخلي بشرتك باهتة وشحبة وتظهر التجاعيد بدري، وتخلي شكلك أكبر من سنك وتعيش في هم وقدري. تخليك مدمن ليها وما تقدرش تستغنى عنها، ولو حاولت تبطل تتعب وتعيش في ضيق منها. يا خسرت الصحة اللي بتضيع في دخان ملهوش لازمة، ويا خسرت الفلوس اللي بتولع والوقت اللي بيعدي بغمة. يا ريت الحكومة تعمل حملات توعية مكثفة عشان الناس تعرف خطر التدخين وتتجنبه وتخف. يا ريت الناس اللي بتبطل تدخين تكون قدوة لغيرها وتشجعهم على الخطوة دي عشان ينقذوا نفسهم وغيرها. يا ريت كل واحد مدخن ياخذ قرار بكرة ويقول للسيجارة باي باي ويبدأ حياة أنظف وأطهر. وفي الآخر نصيحة من قلبي، التدخين ده هلاك بيودي الصحة والمال في داهية، وما يجيبش غير العراق.